لو انت حارس مرمى هقولك في الفيديو ده ازاي تغسل الجوانتي او القفاز بتاعك بالطريقه الصحيحه من غير ما يبوظ منك. طبعا بعد العناء اللي بيحصل مننا للجوانتي في التمرين، سواء التف او البصق عليه او العشب اللي بيكون في الارضيه وبيسبب رائحه كريهه جدا جدا، هقولك على شويه نصائح كده تعملهم لو عايز الجوانتي او القفاز يعيش معاك لاطول فتره ممكنه. يلا بينا. نصيحتي الاولى وهي بلاش تتف على الجوانتي يا صاحبي، رشه ميه عليه وهيبقى 100 فل و14. في ناس بتقول لك انا بحط عليه ماده، وفي ناس بتقول لك انا بحط عليه فوزلين. كل الكلام ده هنتكلم عنه في فيديوهات تانية كتير جايه ان شاء الله، بس انت لازم تعمل لايك واشتراك على القناه عشان تشوف كل جديد. في طرق كتيره جدا تقدر تغسل بيها الجوانتي بتاعك، سواء في الغساله او تحت الحنفيه او في اناء فيه ميه. والافضل ليك انك تملى اناء او طبق بلاستيك كده زي اللي احنا عارفينه وبنستحمى فيه واحنا صغيرين، تملاه ميه فتره وما تكونش ميه سخنه قوي ولا ميه ساقعه قوي،